في أحد الأحياء في دمشق، تحديدا في بمرستان أو مستشفى النور الكبير اللي أنشأها نور الدين زنكي في القرن السادس هجريا. كان الشاب اليافع ابن النفيس بيدرس الطب، واللي فيما بعدين هيتحول من مجرد طالب في مستشفى للطبيب الخاص لحاكم مصر الظاهر بيبرز. عايز أقول لك إن على حسب المكتبة الوطنية للطب BMC، ففي العالم كان أهم 3 مؤسسات علمية هم في دمشق والقاهرة وفي بغداد، وده في الفترة اللي بعد الإسلام، واللي العلم فيها كان بيتسمى بالعلم العربي، وده بسبب المكتبات والمراصد والمستشفيات الأكاديمية واللي كانت موجودة في كل مكان في الوطن العربي. المؤسسات دي وغيرها اللي عرفتنا على لقب عالم موسوعي، والعالم الموسوعي هو اللي درس مجالات كتير مختلفة وتخصص فيهم كلهم. ابن النفيس لوحده زي ما هنشوف دلوقتي تخصص في علم وظائف الأعضاء والطب وطب العيون وعلم الأجنة وعلم النفس والفلسفة والفقه الشافعي والقانون. في القرن السادس بعد الهجرة، وتحديدا 1213 ميلاديا، هيتولد علاء الدين أبو الحسن، وفي الكلية الطبية بمرستان النوري يبدأ يدرس الطب لحد ما يوصل لسن 23 سنة، يشد الترحال وياخد الناقة ويشرق في الصحراء متجها إلى القاهرة.